السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للحسن البصري مواقفه الشجاعة الباسلة في وجه الحجاج تشهد له بعلو كعبه وسبقه في هذا الأمر، فقد تصدى لطغيانه وجهر بين العامة بسوء أفعاله وصدع في وجهه بكلمة الحق والصدق، ولا أدل على ذلك من موقفه القوي الشجاع حين بنى الحجاج بناء في واسط، وهي مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة، ونادى الحجاج الناس أن يخرجوا لينظروا إلى روعة البناء، فسارع الحسن البصري وخرج في وسط الجموع الغفيرة وهم يطوفون بهذه البناية، فوقف فيهم خطيبا يعظ الناس ويقلل الدنيا في أعينهم، فقال: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. فلما سمع الحجاج مقالة الحسن البصري انتقع لونه وخرس لسانه وغاص في جلده ولم يتكلم ببنت شفه، غير أنه اقتصر على قوله: حسبك يا أبا سعيد حسبك. فرد عليه الحسن البصري بثبات جنان ورباطة شأش: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. ولم يملك الحجاج أن يفعل الحسن شيئا وانصرف. وفي اليوم التالي عاتب جنده وحراسه ووبخهم وعنفهم قائلا لهم: تبا لكم وسحقا. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما يشاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. واستدعي الحسن ليمثل به الحجاج في وسط حرسه وجنوده، فجاء الحسن ولما رأى النطع والسيف والسياف دعا ربه أن يكفيه شر الحجاج وأن يجعل نقمته بردا وسلاما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم الخليل. فدخل الحسن على الحجاج ولم يعبأ بما رأى ولم يهزه منظر السيف والنطع والسياف، بل كان في عزة المؤمن ووقار الداعي إلى الله. فهبه الحجاج وأقبل عليه يرحب به ويدنيه من مجلسه ويوسع له. هذا ما حدث في وسط دهشة واستغراب الحرس والجنود. وطفق الحجاج يسأل الحسن عن بعض أمور الدين، والحسن يجيبه عن كل مسألة بثقة العالم الرباني، ولا يتتعتع ولا يهتز حتى انفض المجلس. وأحسن الحجاج للحسن وطيبه. قال ميمون بن مهران: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به، فلما قام بين يديه قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: فأين هم؟ قال: ماتوا. قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. وقال أبو أيوب السخستياني إن الحجاج أراد قتل الحسن مرارا فعصمه الله منه، وقد ذكر له معه مناظرات على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج عليه، وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك، وإنما خرج معهم مكروها كما قدمنا. وكان الحسن يقول: إنما هو نقمة فلا تقابل نقمة الله بالسيف، وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. وهذه قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم بني أمية وقاطع الرؤوس كما ذكر في التاريخ.